بيقول لك المصريين مش حلوين مع بعض في الغربة. بص يا صديقي، بعد ما تصلي على النبي، اللي قال المقولة دي كذاب. تمام. واحنا عارفين طبعا في كل مكان في الحلو والوحش، وصوابعك مش زي بعضها. وهتلاقي كمان اخوك حنين عليك، واخوك التاني قاسي عليك، فبالتالي اخوك كويس واخوك التاني مش احسن حاجة معاك. تمام تمام. في حد كان منزل صورة وكاتب عليها والله 14 يوم وانا موجود في الرياض وبدور على شغل والكلام ده كله. تعليقات المصريين والله حاجة تفتح النفس وحاجة تفرح كده والله. في حد كاتب له والله انا مش قدامي شغل، بس لو محتاج فلوس ولا حاجة كلمني. تمام. فدي حاجة حلوة قوي. وواحد تاني تقريبا قاعد في عمان او قاعد في البحرين حاجة زي كده، بيقول له يا حبيب اخوك انا مش قدامي شغل هنا والله، ومعرفش اساعدك في الشغل، لكن لو محتاج اي حاجة كلمني. وده طبعا قصده على الفلوس يعني اكيد. فعايز اقول لك ان المصريين جدعان وجدعان قوي، ورجاله ورجاله قوي. اه طبعا مش كلهم، بس والله بنسبة كبيرة. وتحياتي لكل مغترب وكل راجل جدع.